السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا أحلى جمهور في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهاردة نعمل مع بعض البطاطا المشوية المكرملة بطريقة سهلة وسريعة وبدون بقى سلق وبدون ولا نقطة مية. طريقة سهلة وجميلة جدا وأطفالك هيحبوها جدا، وينفع كمان ياخدوها معاهم في اللانش بوكس أثناء الدراسة. تعالوا نشوف مع بعض عملناها ازاي. في البداية كده معايا 2 كيلو من البطاطا. انا جايبة البطاطا الكيلو ب8 جنيه، يعني الاتنين كيلو ب16 جنيه. تمام. دلوقتي اقل قطعة بطاطا بتتباع بره ب5 جنيه، والقطعة اللي يعني معقولة شوية هتلاقي سعرها 10 جنيه. تعالوا احنا نعملها مع بعض في البيت بمنتهى السهولة. في البداية كده هاخد معايا البطاطا بتاعتي ديت وهحطها في مية كده نقعها فيها حوالي مثلا نص ساعة الى ساعة. بضيف عليها معلقتين كبار من الخل او 3 معالق كبار من الخل على حسب كمية البطاطا اللي انا مستخدماها. تمام. والفرشه البلاستيك اللي شفتوها معايا في اول الفيديو ديت انا مخصصاها للخضار والفاكهه، بغسلها كويس جدا بعد ما بنقع الحاجه اللي انا جايباها، سواء مثلا بطاطس او مثلا بطاطا او حاجه بيكون فيها طينه زي اللي هي الطينه اللي بتكون على البطاطس او على البطاطا. بغسلها بالفرشه دي. تمام. بعد ما نقعتها كويس جدا في المحلول اللي انا عملته لها دوت بالميه والخل، الميه ديت فتره من الحنفيه. هاخدها زي ما هي كده وانضفها كويس جدا بالفرشه، وبعد كده هقطع الحروف بتاعتها زي ما حضراتكم شايفين. وبعد كده بعمل فيها فتحات بالسكينه زي ما حضراتكم شايفين كده. الفتحات ديت فايدتها ان هي بتسرع معايا التسويه بتاعه البطاطا اثناء التسويه في الفرن، لان زي ما ذكرت ان احنا مش هنسلقها وهنعملها بدون ولا نقطه ميه. تمام. يعني انسي بقى السلق اللي انت كنتي بتعمليه دوت. يعني الطريقه دي باذن الله هتعجبك جدا وبامر الله هتعتمديها. تمام. وهتطلع معاكي البطاطا مشويه ومكرمله واحلى كمان من اللي بتتباع بره. وزي ما قلت هتكون موفره وهتكون اقتصاديه معاكي. شوفي حضرتك الكميه بتاعه البطاطا دي ما شاء الله، لو هتشتريها من بره هتعدي معاكي ال50 جنيه. احنا هنعملها في البيت باقل من 20 جنيه. يلا كده مع بعض كده نسمي الله ونصلي على الرسول. وبعد ما نقطع البطاطا بالشكل دوت بس نخلي بالنا على ايدينا علشان خاطر لا قدر الله السكينه ما تجيش فيها. نخلي بالنا كويس جدا بعد ما نخلص الفتحات اللي بنعملها في الجناب بتاعه البطاطا في الوش وفي الظهر بتاعها. تعالوا بعد كده نشوف الخطوه اللي بعد دي هنعمل فيها ايه. تمام. خلصت كده معايا البطاطا كلها زي ما حضراتكم شايفين معايا، وهجيب بعد كده بقى الحاجة اللي بعدها اللي هي هنسوي فيها البطاطا بتاعتنا. وهي عبارة عن ايه؟ الاكياس الحرارية. الاكياس الحرارية دي بجد اختراع جدا، يعني بصوا في تسوية اي حاجة في الفرن ما بتقولش لا. وبتطلع معاكي الحاجة بعد التسوية بتكون احلى كمان من اللي بتشتريها من بره. سواء عملتي فيها لحوم او فراخ او بطاطا او اي حاجة، بتنفع لاي حاجة وما بتقولش لا. يعني بجد اختراع من الاخر. بعد كده جبت معايا الكيس زي ما حضراتكم شايفينه وفتحته كده بالشكل ده. وبعد كده هضيف فيه حوالي 4 معالق كبار من السكر. لو حضرتك مش عايزه تضيفي سكر وعايزه تستغني عنه مفيش مشكله خالص، بس هي فايدة السكر ان هو بيخلي معانا البطاطا مكرملة في النهاية، بتكون طعمها حلو جدا. لو حضرتك عايزة تعمليها مثلا للدايت ممكن تستغني خالص عن الخطوة بتاعة السكر دي، يعني دي خطوة اختيارية. لو حضرتك مش حابة ان انت تضيفيها، او زي ما ذكرت هتعملي مثلا بطاطا للدايت، فتقدري تستغني بمنتهى السهولة عن الخطوة بتاعة اضافة السكر دي نهائيا. تمام. بعد ما ضفت السكر وزعته كده بايديا زي ما حضراتكم شايفين، بعد كده هرص فوقيه البطاطا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. بعد ما هرص البطاطا كده كلها زي صف كده جنب بعض، هبدأ برضو ان انا بعد ما اخلص كل الكمية بتاعة البطاطا احط فوق منهم برضو معلقتين كبار من السكر كمان. وبأكد تاني حضرتك تقدري تستغني عن اضافة السكر لو حابة، مفيش اي مشكلة خالص. وتقدري برضو بعد كده تكرملي البطاطا بحاجة تانية سهلة جدا وتنفع برضو في الدايت زي ما قلت، بدون اضافة سكر نهائيا. تمام. هضيف بقى هنا معلقتين السكر بعد ما رصيت البطاطا كويس كده بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. تمام. انا استخدمت حوالي 6 معالق كبار من السكر. ممكن حضرتك لو حابه تعمليها بالسكر تقللي السكر عن كده برضو كمان مفيش مشكله، او تزوديه برضو حسب الرغبه مفيش مشكله. تمام. بس وانتي بتنقي البطاطا حاولي ان انتي تنقي البطاطا اللي هي الحجم بتاعها متوسط، ما تنقيش البطاطا اللي هي الرفيعه قوي ولا البطاطا اللي هي الكبيره قوي. الرفيعه قوي دي هتلاقيها كلها من جوه مليانه شعر وهتبقى صعب جدا في الاكل، واللي هي حجمها كبير قوي دي هتاخد وقت جامد في التسويه. انما اللي معايا ديت اللي هي الحجم المتوسط حلوه جدا في التسويه بتاعتها، وحلوه جدا كمان في الطعم في الاكل. تمام. بعد ما رصينا بقى البطاطا في الكيس الحراري كده وحطينا فوق منها معلقتين السكر دول كمان، هبدأ بقى ان انا اقفل الكيس كده زي ما حضراتكم شفتوا معايا، برمت الكيس كده وقفلته بالقفل بتاعه اللي بيجي معايا في العلبة بتاعته. لو حضرتك ما لقيتيش القفل ده جواها ممكن تربطي الكيس، مفيش اي مشكلة اطلاقا.
تمام. بعد كده هعمل معايا فتحات بالسكينه كده علشان خاطر اثناء التسويه الكيس دوت بيتنفخ وهو في الفرن، فما يفرقعش معانا لا قدر الله ويسبب ضرر، فلازم نعمل فيه الفتحات ديت ضروري جدا، ما ننساش الخطوه دي. بعد كده هبدأ ان انا اضيف عليه ميه. انا ضفت هنا في الوقت دوت ميه فتره من الحنفيه، يعني ما كانتش ميه سخنه ولا ميه مغليه. ممكن لو حضرتك مستعجله عليه في التسويه تضيفي ميه مغليه، مفيش مشكله. في خطوه كمان انا عملتها بس هي ما جاتش في الكاميرا، ان انا ضفت معلقتين كبار من الخل في الميه ديت بعد ما ضفت الميه، علشان خاطر ديت طبعا صينيه الومنيوم فما تبص مني اثناء التسويه. يعني اضافة الخل على المية دي خطوة اساسية بتحافظ معانا على الالومنيوم اللي احنا مستخدمينها، عشان ما تعملش علامة من المية اثناء التسوية في الفرن. تمام. بعد كده بدخل معايا الصينية زي ما حضراتكم شفتوا على الفرن، بدخلها معايا بتقعد حوالي نص ساعة على الرف الاخير في الفرن على اعلى درجة حرارة. طبعا الفرن بيكون مسخن من قبلها، يعني مسخن مسبقا. بدخلها زي ما قلت على اخر رف في الفرن، بتقعد معايا نص ساعة على اعلى درجة حرارة، وبعد كده بتطلع معايا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. استوت معايا جدا ما شاء الله. ونخلي بالنا جدا واحنا بنفتح الكيس الحراري من عليها، علشان خاطر البخار ده بيكون سخن جدا، فلا قدر الله ما يحرقش ايدينا او ما يأذيناش. تمام. بعد كده بقى السكر زي ما حضراتكم شايفين اللي انا ضفته اتكرمل معايا تماما. هاخد كده بالفرشه وابدا ان انا ادهن كده البطاطا بتاعتي. زي ما حضراتكم شايفين انا بختبر التسويه بتاعه البطاطا ازاي بقى اعرف ان هي استوت. بدخل فيها كده طرف السكينه، اول لما بيدخل معايا فيها بكل سهوله بتاكد تماما ان هي استوت وكانت معايا خلاص كده زي الزبده. خلاص بقى بعد كده هطلعها من الفرن وافتح عليها الكيس الحراري، وبالفرشه كده زي ما حضراتكم شايفين هبدا ان انا ادهن الكراميل او السكر اللي اتكرمل دوت. هدهن بيه وش البطاطا كده زي ما حضراتكم شايفين. اهم حاجه ندهن الوش بتاعها كويس جدا. لو حضرتك بقى حابه تعمليها للدايت ومش حابه ان انت تضيفي الخطوه بتاعه السكر دي في الوقت ده، ممكن تستبدليه بالعسل الابيض او عسل النحل. يعني تدهني العسل النحل كده على الوش بتاع البطاطا قبل ما تدخليها تحت الشوايه علشان خاطر تتكرمل. تمام. ده في حاله لو حضرتك حابه تستغني عن السكر زي ما ذكرت وحابه ان انت تعمليها للدايت، هتكون طعمها حلو جدا وفي منتهى الجمال برضو. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، وبألف هنا مقدما للي هيجربها. بعد كده هاخد معايا الصينيه بعد ما دهنت البطاطا كلها بالكراميل بتاع السكر على الفرن، هرجعها تاني الفرن، بس طبعا هشغل عليها الشوايه بس هتقعد معايا بالظبط 5 دقايق وبتطلع معايا بالشكل القمر ده زي ما حضراتكم شايفين. ما شاء الله شكلها حلو جدا بيتكلم عن نفسه، مش محتاج ان انا اتكلم عنها. كأنك جايباها من بره بالظبط واحلى كمان. يعني اللي يشوفها ما يصدقش ان انت شويها في البيت او عاملاها في الفرن بتاع البوتاجاز وبدون ولا اضافة نقطة مية واحدة. ما شاء الله جميلة جدا وشهية وشكلها يفتح النفس. دلوقتي هوري لحضراتكم من جوه القلب بتاعها عامل ازاي علشان تتأكدوا ان هي استوت معايا جدا، وما شاء الله التسوية بتاعتها ممتازة. يعني دايبة معايا دوب زي الزبدة. زي ما حضراتكم شايفين خدت كده قطعة معايا، يعني بطاطاية هبدأ ان انا اقطعها واوري لحضراتكم القلب بتاعها من جوه عامل ازاي. كفاية اللون بس بتاعها ما شاء الله يفتح النفس. يعني طبعا احنا عارفين ان العين بتاكل قبل البق، فما شاء الله شكلها حلو جدا ويشهي وهتعجب اطفالنا جدا بامر الله. انا عايزه كمان اقول لكم ان انا لما بعمل منها لاولادي في ايام الدراسه بالاخص بياخدوا منها معاهم في اللانش بوكس بتاعهم وهم رايحين المدرسه. يعني عايزه اقول لكم كل ما بتبات، يعني لما ان شاء الله كده تعملوها وتبيتوها لتاني يوم بيكون طعمها احلى واحلى كمان. ما شاء الله قطعتها معايا كده زي ما حضراتكم شايفين اللون بتاعها جميل جدا، وما شاء الله التسويه بتاعتها ممتازه ودايبه جدا زي الزبده زي ما حضراتكم شايفين. لا هي نية بقى ولا هي فيها من جوه شعر ولا اي حاجة. لا ما شاء الله طبعا البطاطا اللي انا منقياها حلوة جدا، فزي ما قلت نخلي بالنا من التنقية بتاعة البطاطا، ان احنا نختار البطاطا اللي هي بيكون لونها احمر والحجم بتاعها يكون متوسط. ما تنقيش رفيعة قوي ولا اللي هي التخينة قوي. نقيها المتوسطة ديت ان شاء الله هتعمليها وهتكون معاكي زي الزبدة وهتعجب اولادك جدا. زي ما حضراتكم شايفين جميلة جدا ما شاء الله ما شاء الله عليها، شكلها يفتح النفس. والله اللي ياكلها من عندك ما يصدق ان انت عاملاها في البيت. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم وبألف هنا مقدما، وربنا يحسن ما بين ايديكم. حبايب قلبي ما تنسوش لو اول مرة بتدخلوا قناتي ما تنسوش تعملوا لي اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلكم كل جديد. وما تنسوش برضو لو انتم مشتركين بالفعل اللايك والشير عشان اكبر عدد من الناس يستفيد. وما تنسوش كده كومنت امر منكم عشان تعليقاتكم بتشجعني ان انا استمر. واستنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.